اللهم صل على محمد وآل محمد. بخصوص أسئلة الدور الثالث، صعبة، سهلة، متوسطة. طلاب، عموما أسئلة الدور الثالث دائما سهلة، لأن التربية تعرف أن الطالب ما دام وصل للدور الثالث معناه أنه شنو مستواه ضعيف، فتجيب لكم دائما أسئلة سهلة. أحب أطمنكم اللي كان مأيس واللي ما يريد يمتحن واللي فكر يأجل السنة حسافات، لأن أسئلة الدور الثالث تجي أسهل من أسئلة الدور الأول والدور الثاني. وانتم شفتوا أسئلة الدور الثاني أغلبها سهلة، بينما أسئلة الدور الثالث راح تجيكم أسهل. اللي مفكر يأجل لا يأجل، يعني اللي مفكر يعيد السنة وهو واقع بمادة أو مادتين أو ثلاثة، خلي يستغل هذه الفرصة. ويا طلاب، وإن شاء الله خلال هذه الأيام يتم الإعلان بشكل رسمي عن الدور الثالث. معكم قلبا وقالبا أيمن الأسدي.